رجولي ما عاد فيهم طاقة ولا يدين، ما عندي أي طاقة ولا بقى عندي أكل. يا رب طاقة يا رب. راح أجلس هناك وراح أشوف إذا ألقى أحد يساعدني إن شاء الله. هذا الشارع شكله مهجور، ما حد يجي هنا، ما عندي حل. جسمي قاعد يرجف. يا رب. لحظة بس، خلونا نرجع بالزمن لورا شوية. شلون صرت بهالحالة؟ وش وصلني من الأساس لهالشارع المقطوع؟ يا رب. أقدر أقول إنه كل شي بدأ من هاي الآثار. شنو هذا؟ ومن قرار بصراحة كلش غبي إني مشيت بمسار ما متأكد من نهايته. وحتى نفهم أكثر شلون بدأت القصة لازم نرجع شوية لبدايتها. أول يوم، هذه ثاني تجربة تخييم وحدي، بس بصراحة كانت تكون الأخيرة. يا ويلي طمست. وطبعا ما أختار إلا أغرب مكان ممكن، غابة محروقة، جذوع سودة وخشب متفحم، كل شي حواليا قاعد يقول ارجع للبيت. حتى الشوارع فارغة ولا بشر والله. منطقة أشباح هذه والله. هذا رز جاهز، طفيناه. خلينا نروح نصفي لنا شوية مي. شفت هذا؟ شوف ذاك وياه، هذا مدري شنو هو. اجى هنا وين راح؟ الله أعلم. هذا لو قندس لو سنجاب. اختفى هنا المكان هنا والله. هذا وياه لك، هذا يريد يغمط لكن شوف دق وياه. ما أعرف شنو هذا لو سنجاب والله. يا ويلي ولك دب انت. نقترب شوي تعرف عليه. شوفه هذا يحاول يبوق الأكل. وين؟ شوف وين دخل يا حيال. هذا مكان هنا جوا الصخرة، وذيك الخيمة مالتي، وهذاك الأكل، وراح احتاج الأكل. نسيت الأكل، نساني الأكل هذا احترق. راح الخضار، الأكل راح. لا والله بعد زين. شوف أنا حاط شسمه الدجاج هنا وجاي يحوم، بس لا هاي همي أنا جواها فد سنجاب فد شي. ذاك وياه والله ما تشوفوه. ذاك وياه جاي باوع. شم الريحة هذا قال لك هاي خوش شكلات. هذا الخضار جاهز، هسه راح احط الدجاج.
نعليه شوية. هذا يحتاج له هسه 10 دقائق وإن شاء الله يكون جاهز. هذا هواية تمن بقع، فشكلي اللي راح اسويه شنو؟ راح اخذ هذا التمن وانطيه للسنجاب. عاد انا ما ادري السناجب تاكل، الرز ما تاكل، اللي هو بالعافية. قبل لا اضم الغراض واعلقهن بالشجرة، تذكرت جايب طحين وياي على مود اسوي الصبح ان شاء الله زيت وزعتر اذا نجح. طبعا هاي اول مرة اسويه. راح اضيف له شوية مي من هذا اللي صفيناه، فخذه شوية بمي واخليه للصبح على مود يختمر ان شاء الله. حسيت اني حطيته هواي، بس خلينا نشوف. حطينا كل الاشياء اللي نحتاج انه نعلقها اللي بيها اكل، فربطت هذا بالحبل. خل اروح احاول اعلق هذه على الشجرة. يا رب. دف ايديه. تصبحون على خير. عظامي متكسرة، لي كم ساعة أتقلب بالفراش لأنه كانت الدنيا تمطر من الصبح، فانتظرت لحد ما وقفت، وهسه إن شاء الله أقوم أسوي الفطور وأرتب الأشياء ونتوكل على الله.
الدنيا شكلها بيها مطر والله، فشكلي راح استعجل اسوي اكل سريع على مود اتوكل، لانه وراي مشي هوايه. شوف الغيوم، غيوم شوية سودا والله بيها، شوية الغيوم هناك هذه بيها شوية مطر، لازم استعجل ان شاء الله. اوكي خلينا نفتح نشوف ايش صار على العجين. والله العجين خفيف، نجرب تضبط بس شكله خفيف والله، معناته ما ادري هذا يمسك ما يمسك، خلينا نشوف. طبعا لا حد يضحك علي، هذه كلها قاعد اجرب تجارب انا. اي والله خفيف، شوف شلون على العجين. انا نشوف اذا هذه تنجح. شوف هذا حتى ما معجون. يلا يتاكل كله يتاكل. شوف خلنا نعلي عليه شوية. يلا هي ما عندي غير اكل اصلا، بس جايب وياي هذا الطحين على مود الخفة، قلت خليني اجرب بيه، لا بيض ولا غيره. وهذا الزعتر، بس خل تضبط الخبز اول. والله ريحة خبز. اوكي خلي نشيك عليها. لا بعدها شوي، بعدها اعطيها مجال. والله شوف، والله ممكن يطلع منها هذه. نجرب نقلبها. ما يشتغل. لا خلاص والله خلاص. والله ما مستوية الخبزة، شوف عجين هذه. يلا نقلبها هيجي، انا اقول اقلبها هيجي واتخيل انه مستوية. اي والله ماكو غير طريقة، خلينا نجربها حتى لو عجين. بسم الله. والله العظيم طيبة، هاي راح تتاكل ما بيها مجال. مستوي ما مستوي غمض وكل. ان شاء الله ما يأذى معدتي هذا. اوكي معناته خليني احط الغراض وافلش الغيمة. يا رب الغيمة ما تمطر. وافلش الخيمة ونتوكل على الله ان شاء الله. اوكي شلت كل شيء من على الارض، حطيت اغراضي كلها بمكانها، رتبت اموري. هسه ان شاء الله راح نتوكل. المفروض خليني اشوفكم. البارحة اجيت من هذا المكان اوكي، وخيمنا هنا، وقلت انه اروح اكمل هنا على مود تخلص اللوب هاي اللي هي الدائرة اللي ترجعني على السيارة. قاعد اشيك الاب هسه ما قاعد يشتغل. شوف صار لي ساعة احاول بيه وما قاعد يشتغل، ما اعرف ليش. عقلي يقول لي ارجع بنفس مكانك على مود لا تيه، بس قلبي يقول لي
أكمل منه يا السهل. فأنا أقول خلنا نلحق قلبي والله كريم، فراح أروح أكمل بهذا الطريق بدون خريطة والله، بدون ما أشوف وين رايح. إن شاء الله إن شاء الله يرجعني على السيارة، لأن إذا صارت أي مشكلة أو تهت معناته حتى أرجع على السيارة لازم أرجع هذه المسافة كلها اللي هي بحدود، وحتى ما مكتوب أوكي، كلها هو هذا 5.3 مايل، يعني 8 كيلومتر وشوية. فإذا وصلت وكملت هنا وما قدرت لازم أرجع 8 كيلومتر، بس إن شاء الله تضبط. شوف المجازر اللي هنا، والله متعب هذا التريل منه، متعب شكله. شوف الصعد هذا يا ويلي. اللي نشيك على الآب نشوف إذا رجع يشتغل ولا لا. والله ماكو، شوف متجمد حتى الخريطة إنه اي والله كل شي ماكو. والله إن شاء الله نكون بالطريق الصح إن شاء الله، لأنه لو ما كنا بالطريق الصح لازم أرجع هذه المسافة كلها ومسافة البارحة همين. يا رب يكون هذا الطريق الصحيح، والله مو مع الأرجع لأن أوريدي تعبت. توكل على الله، توكل على الله. شوف الغيوم السوداء، يا رب ما تمطر. تعبت. هذا التريل اللي قلناه فيه هواية صعود، مع البارحة ما كان بنفس هذا المستوى والله. بس قاعد أتساءل إذا سويت خطأ بإني جيت من هاي الجهة وكملت التريل، ما يكون خطأ. ما أقدر أرجع هسه. طبعا لحد الآن ما حسيت باستدارة، يعني ما حسيت المكان اللي مشيت بيه سوى استدارة بحيث يرجعني للمكان اللي بديت منه. فالله اللي يستر. انهلكت. والله انهلكت. المشكلة ما أعرف إيش قد مشيت أو إيش قد أنا بعيد أو إيش قد أنا قريب، أبداً ما أعرف. فهذا الشيء اللي شوي قالقني، بس نتفائل إن شاء الله، إن شاء الله الأمور تصير على خير إن شاء الله. شنو هاي؟ شوف هاي الجمجمة، هاي شنو؟ الله أعلم شنو هذه. شوف الله أعلم شنو الماكلة هذا هنا.
شوف هذا الخشب هميره، شوف واقع من هذه الجهة ومن هذه الجهة وساد النهر. واو. ثابت. شوف هذه الشجرة اللي هناك، صار لي ساعة مفتكر انه شخص واقف، قلت في شخص واقف هنا، طلعت هذه الشجرة محروقة. شوف تقول شخص واقف. يا ويلي رجلي وقعت والله العظيم. يلا نكمل. والله مكان هذا خوف. شوف هذا المكان شلون، اي زحلوقة لا سامح الله انت جوا على النهر على طول. شوف هذا راح يودينا. كافي سعود. لما انت تصعد مكان غير على انك تمشي مكان مستوي، كمية التعب اضعاف الاضعاف. شوف قديش خطر هذا. يا رب. يا رب. شوف على مود اعطيك فكرة، اني المكان اللي بيش قد عالي، شوف قديش خطر من هناك، هذاك المكان اللي جيت منه صعودا لهنا. هنكمل. تعبت، قمت اسمع اصوات، ما ادري من التعب قمت اسمع اصوات ما اعرف شنو الفيلم. هذا المكان كله طلوع والله. لازم ادور على خطوات رجلي هنا بهاي الاماكن. شوف يعني اي انزلاق لا سمح الله ما قاعد اتكلم. شوي شوي. يا رب نكون اقتربنا. الطاقة راحت، على الأقل أي نهاية لهاي التريل. رجولي شنجت من الصعود وهالنزول هذا، ماكو طريق مستوي. توكل على الله، توكل. قاعد افكر بالموضوع، اتوقع اللي سويته هذا غلط، اني جيت من هاي الجهة وما رجعت من نفس المكان، يعني ما اكمل الحكاية. وشوف شلون الغلط اللي سويته، اني انا اوريدي تعبان من البارحة، تعبان جدا، نوم مو مستقر، الاكل يوم الصبح ما كان زين لانه الغاز طفى زين، الاب اوريدي
اتجمد علي ما قام يشتغل زين، ماكو اي تغطية انه اشوف شكو ماكو بيها ووين رايح. بس رغم كل هذا قررت اني اكمل. غلط. وعلى فكرة هذه ثاني مرة اسوي هايكينج اصلا، ف كل هاي السوالف انا مستجد عليها. فكمية التعب اللي مواجهها حاليا رهيبة، يعني ما متعود. يا رب تسهل. شوف المكان اللي انا بيه، شوف هاي شنو هذا؟ هاي شنو هاي الآثار؟ هاي الآثار ما تبشر بخير. شوف هاي آثار كبيرة قسما بالله. يا رب يا رب ماكو شي. شوف في والله ما. شوف هاي الآثار، شوف هذه اكو شي ماشي منها. شوف هاي مو آثار بشر ولا كلب. شو الآثار هذا ما كلب؟ شي ثقيل. يا رب سهلها يا رب. طبعا انا جهزت هذا الفلفل مال الدببة، بس يا رب ما اواجه شي هنا لان انا على حفة جبل. يا رب. شوف الآثار هذه ما اعرف شنو، بس الخوف عندي مليون الصراحة. بعدها آثار قدامي. شوف هذا شنو اللي يجفص هيك. شوف المكان اللي انا بيه، شوف العلو. تعبت رجلي وقعت. شيك تليفوني ذاك خريطة رجعت لحد الآن ماكو. وتغطية ما في. إذا الخوف يدخل بقلبي هي الصراحة، خصوصي من ورا ما شفت هاي الآثار. بعدها والله العظيم بعدها هذه هي ما أدري شنو هذه، خصوصي من ورا هذه الآثار. شو اسوي يا رب يا رب. شوف هاي الآثار، شوف طب ايش اسوي؟ اني هلكان من التعب. هلكان قسما بالله هلكان. واو شوف بعد هذا شوف العلو اللي انا بيه. قالقني انه ممكن اصادف دب او شيء بهذا المنحدر.
والله قلقني قسما بالله. شكرا ما عرفوني هسه وين. يا رب شوف معلق هذا وما عرفوني وين. يا رب. فشي داخلي قاعد يقول لي ارجع من نفس المكان حتى لو طولت 3 ساعات. يا رب راح ارجع والله راح ارجع. عقلي قاعد يقول لي المكان اللي تعرفه احسن من المكان اللي ما تعرفه هناك. يعني هذه كل المسافة هذه اللي مشيتها هسه حوالي اكثر من 2 ساعة والله. لازم ارجع بعد 2 ساعة همي انا هسه او اكثر حتى اوصل للسيارة. الساعة 3:30. راح ارجع والله لان المكان خطر هذا. المفروض اني ما جيت من هذا المكان. اللي خوفني اكثر هي هاي الاثار. هاي الاثار تخوف والله العظيم. فخليني ارجع والله. بس هسه مدام اني قررت ارجع واعرف شوية هذا الطريق لازم استعجل انه حتى اكل ما عندي سناك 1 أو 2 وهاي هي. ما عندي شي ثاني ابدا. يعني لا تليفون يشتغل، لا اكل، لا تغطية، لا خريطة عندي للمكان. يعني كلها غلط والله العظيم. معقول هذا المكان صح؟ لا والله المكان هذا مو صح. هذا منين جيت؟ اللهم يا الشيطان يا رب. أنا أكيد ما جيت من هنا. يا رب منه. إيه منه. إيه رجولي ما أحس بيهم. رجولي أنا والله ما أحس بيهم. أقعد سيف هذا البيقى. يا رب. المشكلة هذا الطريق اللي جيت منه والله صعود ونزول. شوف يا رب اعطيني القوة يا رب. ما اعرف هذا الطريق صح لا. جيت من هنا يا اخي صرت ما اعرف منين جيت ومنين رحت. من انزل منه اشوف واحس اني جيت لهذا المكان. اوكي هذا شوي تمام. والله العظيم رجلي راحن قسما بالله. ما قاعد احس بنفسي. شوف انا وين.
تعبت هذا الطريق. يا رب، الخوف اللي جاي واردني هسه انه راح الحق ارجع قبل ما تليل الدنيا. شلون راح ارجع وانا بهذا التعب؟ هذا هو المكان. لازم اروح استراح شوية هناك، لازم اخذ لي سناك لانه ما عندي طاقة ابدا. قاعدة تمطر شوية، مو قوي بس ان شاء الله ما تمطر قوي. توكل على الله وما نخيب ان شاء الله. حتى الكاميرا ما بي احد اشيلها والله العظيم، شكلي شوية واتوكل. شكلي نزل الكاميرا شوية أو أعلقها بمكان. أريد أستعمل العصا بإيدي الثانية حتى شوية يوازن بالتعب بين رجلي ودي، لأن طاقتي كلها راحت. اي والله. جاي أحاول أحط نص الوزن على يدي. هلكت. طاقة راحت. سامحوني ما عندي أي طاقة إني أتكلم، الطاقة معدومة. أحاول شوية أسكت على مود لا أستنفذ بعض الطاقة بحيث أتنفس بشكل شوية أسهل. لازم أقعد شوية، ما عاد أقدر والله. الساعة 4:30 لما وصلت المكان هذاك اللي شوية ترددت اني اكمله. كانت الساعة اظن 3 وشوية، ما اتذكر. صار لي ساعة وشوية امشي بس هاي المسافة، حتى الجسر بعدني ما واصله. هاي الجمجمة اللي مرينا منها والله يجوز هذه كانت علامة يعني، والله العظيم. انت مرات ما تحس بالعلامات اللي الله سبحانه وتعالى يشوفك اياها، ما تحس بانه قد تكون هذه علامة. كمثال مثلا أنا هذا الآب لما اتجمد وأبد ما اشتغل وراها، يجوز هذه علامة، بس رغم هذا الشيء احنا بشر عادي نخطأ، رحت وكملت. بس هذه قد يكون الله مثلا سبحانه وتعالى سخر لك إياها حتى يحذرك، فأنت عليك الاختيار، لو تسمع لو ما تسمع. الحمد لله، الحمد لله. يا رب والله مشيت هواي مشيت، طاقتي بدأت تنفذ. شوية أقعد ما أقدر.
ما عاد أقدر. طبعا صار لي بحدود 3 ساعات طفيت الكاميرا لأن حتى بطارياتي خلصن ما بقى عندي، فراح أضطر أطفي الكاميرا مرة ثانية. بس أنا لحد الآن حتى الجسر ما وصلت له، وراي أوصل المكان التخييم مالتي. من ورا مكان التخييم مالتي يحتاج لي 1.5 ساعة أو أكثر حتى أوصل السيارة. ما أعرف شنو أسوي، جاي أحس بدوخة قوية، رجولي بدت تستسلم شوي. يا رب الطاقة يا رب. أوكي خليني أطفي الكاميرا لأن معلقها مو قادر أتكلم. يا رب. أوكي هذا هو الجسر. هذا هو الجسر، بس بعد وراي مسافة حتى أوصل مكان التخييم اللي خيمت بيه، مو مكان السيارة حتى، بس هذا الجسر. رجولي ما عاد فيهم طاقة ولا يدين، ما عندي أي طاقة ولا بقى عندي أكل. عندي أكل اللي هو سناك أظن واحد، بس ما أعرف شو أسوي بيه، فخايف أستعمله هسه، خايف أستعمله. لازم أكمل، خصوصا إن الوقت بدأ يتأخر. يا رب سهلها، يا رب يا الله، يا رب سهلها يا رب. خليني أطفي الكاميرا هسه خلاص. أوكي هذا هو المكان اللي خيمت فيه البارحة، الحمد لله. بس المشكلة لازم أكمل لأن الطريق بعد ما خلص. هذا المكان هذا البارحة خيمت فيه، بس لازم أكمل منه، لازم أستمر والله. يعني ما باقي هواي والدنيا تليل، فلازم أكمل، لازم أستمر. ولا أنا اللي عندي أكل بحيث أقول يلا خليني أنام مثلا الليلة استجمع طاقتي وباكر إن شاء الله أكمل. ماكو. أوخ رحم على والديك والله اللي حطيت هذه المسطرة. يا رب يا رب. الحمل مال ظهري قتلني. يا أخي غريبة الأفكار اللي تجيك لما أنت تكون هيجي بضيق، موقف صعب، وحداني. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. يا رب. خلينا نطفي الكاميرا لأن ما عندي شحن. ما أعرف إذا الشارع العام طالع بالفيديو، بس هذاك الشارع العام راح أنشد أي واحد راكب الطريق إذا يقدر يوصلني بسيارتي، لأنه والله ما بي أي حال ولا عندي أي طاقة. فيا رب بشر شريف يوصلني يا رب. راح أجلس هناك
وراح أشوف إذا ألقى أحد يساعدني إن شاء الله. أقل هنا وأشوف إذا سيارة تمر. يا رب، لأنه حتى أكمل هذا التريل لازم أروح من هناك وأمشي بعد مسافة كثير، ما في أي حيل. صارلي تقريبا ربع ساعة أنتظر، أقول بلكي سيارة تمر منا أو شي، بس لحد الآن ما في ولا سيارة. فقاعد أفكر أقوم أتوكل على الله أكمل مشي، ما عندي غير حل شكله. لأن إذا أبقى بهاي الحالة ما أعرف شنو يصير، ممكن تمطر علي، ممكن أبدا ما أحد يجي. فشكله ما عندي حل إلا أقوم وأكمل أتوكل على الله بلكي تتسهل. يا رب. شكلي أقوم والله، هذا آخر شي جيت أريده. يا رب. هذا الشارع شكله مهجور، أحد يجي هنا. نفسي تلعب والله العظيم. يا رب، نفسي صارت تلعب كثير. يا ريتني ما قعدت. ما أعرف يجوز لأنه بس مي قاعد أشرب طول هذا الوقت وخبط معدتي. جسمي قاعد يرجف. قاعد أفكر أرجع على الشارع. راح أرجع على الشارع. معدتي توجعني، عندي غثيان صار. أحس هاي لحظة ممكن أوقع. أقعد هنا، أقعد الشارع، ما عندي حل. يا رب. يا رب يا رب سهلها يا الله. جسمي قاعد يرجف، أحس معدتي شوي خبطت، صار عندي لعبان نفس قوي. لما حاولت أصعد هذه الصعدة حسيت راح أستفرغ شوية، فجيت وقفت وقلت خليني أرجع، لأنه إذا أبدأ منها بعد ما أقدر أوقف. وجسمك مرات يعطيك علامات، فراح أبقى قاعد هنا. إذا تسهلت الحمد لله، إذا ما تسهلت همين الحمد لله لازم أكمل، ما عندي أي حل ثاني. بس إن شاء الله يا رب تفرج إن شاء الله، إن شاء الله. يعني حتى أسفلت ما بيه هذا الشارع، يعني لا هو شارع عام أقول ممكن سيارة تجي على وقت ولا شي. على الحظ والله، عسى الله يفرجها نشوف. هاي جت سيارة، خل أشوف إذا أقدر.
Can I beg you for a favor? What's up? I need a ride just to the beginning of the trail. You need a what? A ride to the beginning of the trail. I have my car parked in there. I was camping deep in the woods last night and I've been walking all day long. My legs gave up on me. So, if you can, I would truly appreciate it. I have no idea, even my old trails froze up on me and I got stuck. You on the main highway? Huh? I think it's on the highway, yeah. So I would truly appreciate it. You can throw me in the trunk. I don't care at all. I can pay you. You can like give me your Venmo, whatever. But I've been like sitting here for 30 minutes just waiting for someone. You see how my old Trails app is just stuck. Yeah, you can sit in there. You sure? Yeah, Okay. Thank you so much. yeah, you bet. Just Thank kind you. of throw your stuff in there. There's nothing in that pack. I just have boots under that pack. Truly appreciate it. I did a huge mistake because I'm like, okay, what could go wrong? I can just finish the loop and it will be fine. And I'm not even an experienced hiker or anything. It's just like my second time trying this out. I live and learn. I think it might be, yeah, I think it might be this one here to the right. Must be it. You have no idea how thankful I am, so truly thank you. Please, like, give me your Venmo. I don't have any cash, like, to show appreciation or anything. Please give me your Venmo. I can, like, No, it's okay. It was only, thank you in whatever way. only 5 minutes. We'll call it good. Truly appreciate it. You're a good man. And I know it's sketchy. And it's sketchy to have someone stranger in your car. And I was scared of it. It's like, who's gonna give me a ride? But you're a good man. Thank you so much. بهاي الرحلة استوعبت شغلة، مرات رب العالمين ينطيك إشارات حتى لو أنت مو منتبه إلها. تطبيق تعطل، مشيت بمسار غلط، الغاز خلص وآثار الحيوانات قدامي، كل هاي ما كانت صدفة بس كانت رسالة. مرات الباب المسدود مو عقاب وإنما رحمة. الحمد لله دائما وأبدا. وبهيك نكون وصلنا لنهاية هالفيديو، وأشوفكم فيديوهات جديدة إن شاء الله. في أمان الله. Thank you so much. Thank you. Good, man. Are you okay? No, that's fine. I'm okay. I'm okay.